عمنا أفلاطون بيقولك أن الحاجة هي أم الاختراع. هل علشان نخترع حاجة جديدة لازم نفكر بره الصندوق؟ هتلاقي دايما تفكيرنا بيروح للحتة دي، بس هل دايما الحل بيبقى موجود out of the box؟ ممكن يكون جوه الصندوق، ممكن أساسا ما يكونش فيه صندوق. الموضوع وباختصار شديد إن أنت بيكون عندك مشكلة. طب مبدئيا يعني مشكلة؟ المشكلة بمعنى إن أنت بتكون شايف عائق حاصل في الكوميونتي بتاعك، عندنا شيء يصعب استخدامه ليك كيوزر، بالتالي أنت مش هتشتريه تاني. إزاي نحسن تجربتك كمستخدم عشان تقدر إن أنت تشتريه تاني؟ لو دي المشكلة اللي أنت شايفها فمبروك، انت كده في بدايه الطريق الصح. تعالوا اعرفكم على استراتيجي اكبر الشركات بتستخدمها زي ابل وجوجل وليجو، ودي بيستخدموها عشان يطلعوا البرودكتس اللي هي بين ايدينا حاليا، وده ما يسمى بالديزاين ثينكينج اللي هيغير طريقه تفكيرك. طبعا انت هتستغرب دلوقتي، حتى التفكير بقى فيه ديزاين؟ هقول لك مش كل حاجه يبقى فيها ديزاين تبقى معنى الكلام ده ان هي جرافيك ديزاين او عباره عن شكل للمنتج وخلاص. هنا في الديزاين ثينكينج احنا بنصمم حلول لمشكلات حوالينا. عندنا مشكله هنفكر فيها بشكل عميق ونحط نفسنا مكان اليوزر اللي هيخليني اللي انا اشتري المنتج منك تاني. دي المرحله الاولى من مراحل الديزاين ثينكينج، استنونا.